النهارده جايب لكم خبر مهم جدا من الصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بخصوص مشروع سكن لكل المصريين سبعة. الخبر ده هيفرح ناس كتير جدا وهيحل مشاكل واجهت آلاف المتقدمين في الفترة اللي فاتت. فلو حضرتك لسه ما قدمتش أو واجهتك مشكلة على المنصة، الفيديو ده مخصوص علشانك تابع معايا للنهاية. ولو ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان بنعمل أي تحديث جديد بينزل من الصندوق أو من الوزارة، بننزل له فيديو وبنشرحه، بنوضح لك حاجات كتير ممكن انت حضرتك مش واخد بالك منها. وكمان هنتابع مع بعض بعد ما التقديم ما يقفل، هنتابع مع بعض في التظلمات. لو حضرتك منطبق، ايه الخطوات اللي هتعملها، المفروض تعمل ايه، كل ده بنشرحه في وقته. فاشترك في القناة وفعل زر الجرس. أعلن وزير الإسكان عن مد فترة الإعلان الخاص بسكن لكل المصريين سبعة لحد آخر سبتمبر، يعني لسه تاني مرة يتم فيها مد الفترة. والمد الجديد ده سببه إن في مشاكل فنية كبيرة حصلت على المنصة الإلكترونية، والناس ما عرفتش تقدم أو ملفاتها اترفضت ظلما. فعشان كده هم مدوا الفترة وحاولوا يحلوا بعض المشاكل، وهنقول لك برضك على حلول قدمتها الصندوق اللي انت تقدر اللي انت تحل مشكلتك عشان بيها. فتابع الفيديو للنهاية. وضحت الوزارة والصندوق إن لحد دلوقتي اتقدم على الإعلان أكتر من 238 ألف مواطن، ودفع مقدمات الحجز أكتر من 148 ألف مواطن عبر البريد. لكن في ناس كتير واجهتهم مشاكل زي الاسم مش موجود في البريد، الطلب مرفوض بسبب العداد أو الدخل، مشاكل في رفع الملفات أو تسجيل الدخول، لديك طلب آخر. كذا حاجة، في مشاكل كتير واجهت ناس. فعشان كده الصندوق قدم حلول. الحلول إيه هي؟ قال لك اللي عنده طلب مرفوض بسبب بيانات معينة زي العداد ممكن يقدم إفادة مع الأوراق، واللي ملقاش اسمه في البريد يقدر يلغي الطلب ويعمل واحد جديد. ولو في مشكلة تقنية ممكن تقدم شكوى أو تتواصل مع خدمة العملاء. والصندوق قدم أرقام التواصل الرسمية: رقم 5 3 7، ورقم 5 3 9، ورقم 1188، ودون من أي موبايل من 9 صباحا لحد 5 مساء. وكمان في رقم أرضي اللي هو 0900 71 37. فلازم تسجل على الموقع الإلكتروني وتكمل كل الإجراءات وتدفع جدية الحجز، لأن لو ما عملتش كده يعتبر إنك ما قدمتش أصلا. الصندوق نزل فيديوهات توضيحية لخطوات التقديم بشكل دقيق على موقعهم الرسمي وصفحتهم على الفيسبوك. في مشاكل لسه موجودة في الرد على الشكاوى والتليفونات، لكن خليك وراهم وما تستسلمش. يعني ما تقولش ان هم مثلا ما بيردوش، ان هم ما حلوش، لا، خليك وراهم لغاية ما مشكلتك تتحل. فاستغلوا الفرصة لأن لسه قدامنا يعني لآخر 9. واكتبوا أي سؤال أو مشكلة بتواجهك في التعليقات، وأنا إن شاء الله هحاول أرد عليها. وأي حد من المشتركين كان عنده مشكلة يا ريت يكتب في التعليقات هو حلها إزاي. لو يقدر يساعد أي حد يكتب مشكلته في التعليقات، يقدر يخش يساعده برضك، يكتب له تعليق ويساعده بيه هو حل مشكلته إزاي. يا ريت يعمل كده لأن إحنا نحاول نساعد بعض. احاول ارد ونحل مع بعض المشاكل. فلو اول مرة تشوف القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير عشان غيركم يستفيد. ولازم تشترك في القناة زي ما قلنا عشان اي تحديث جديد بينزل بنشرح له فيديو وبنوضحه، لان ممكن في حاجات حضرتك مش واخد بالك منها. وكمان بعد التقديم ما بيقفل بنتابع مع بعض وبنشرح كل خطوة بالتفصيل، فكل حاجة بنشرحها في وقتها. فاشترك في القناة وفعل زر الجرس.